عمرك حسيت انك فجأة مش طايق الناس اللي حواليك ومش عارف تعمل ايه؟ يعني بتلاقي نفسك عايز تقفل تليفونك وتقفل باب اوضتك وتختفي ومش عارف حتى ليه. انا بقى عايزك تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها، فيلا بينا نخش في الحلقة. الغريب ان الاحساس ده بيحصل لناس كتير مش بس ليك انت. انا فاكر مرة صاحبي كان في عز ما كل حاجة ماشية كويس في حياته، شغل جديد وناس حواليه وخطط كتير، فجأة قال لي انا زهقان من الكل. ساعتها افتكرت ان المشكلة في الناس، بس الحقيقة ان الزهق ساعات مش من الناس، الزهق من جواك انت. وعلم النفس بيقول ان الهروب المتكرر من المواقف والناس مش بيريح، بالعكس بيخلي دماغك ترتبط اي تجمع او اي قعدة بالضغط. يعني بدل ما تلاقي نفسك بتستمتع، عقلك بيفضل يحط علامة خطر على كل علاقة. وهنا بقى يبدأ الهروب يبقى عادة، مش مجرد راحة مؤقتة. بس خد بالك، مش معنى كده انك تجبر نفسك على كل حاجة. ساعات انك تقعد مع نفسك يوم او اتنين ده يبقى صحي جدا. الفرق كله انك ما تخليش العزلة تبقى الطريقة الوحيدة اللي بتواجه بيها اي احساس سلبي. انا مثلا شفت قصة حقيقية لحد كان كل ما يتضايق من شغله يهرب ويقفل على نفسه. مع الوقت لقى نفسه بعيد عن زمايله اللي كانوا ممكن يساعدوه في لحظة، بقى حاسس انه وحيد جدا، مع ان مجرد كلام بسيط مع واحد منهم كان ممكن يخفف نص اللي جواه. والموضوع هنا مش نصيحة، بس تجربة ان الهروب ساعات بيخليك تخسر اكتر من اللي كسبته. وجملة صغيرة قالها لي حد كبير في السن لسه محفورة في دماغي لغاية دلوقتي: اللي بيخليك تهرب ممكن في يوم يخليك تندم انك ما واجهتوش. فاللي عايز اقوله ان الزهق طبيعي والعزلة ساعات مطلوبة، لكن الهروب الدايم هو ده اللي بيكسر من جوه. ويمكن اجمل حاجة تكتشفها لما تواجه انك تلاقي نفسك مش لوحدك. وفي الاخر ما تنساش انك مش محتاج تكون على طول مع الناس ولا على طول لوحدك، التوازن هو اللي بيخلي روحك مرتاح اكتر. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.